السلام عليكم. اللي يتبع في الشأن الوطني والشأن الإقليمي واللي قاعد يصير في غزة يعرف انه فما حاجات قاعدة تصير ماهيش طبيعية، ولو انه في الأخبار تتعدى ساعات وكأنها ما صارتش. لكن اللي يشوف في المظلمة متاع غزة، على الأقل نقول اللي يشوف، يعني العباد اللي مازالت في عندها نوعا ما من الإنسانية، خصوصا في الشارع العربي وحتى في تونس. لأنه المرة هذه بان بالكاشف الخذلان متاع الشارع العربي كان يوجع أكثر من خذلان الحكام العربية، على الأقل في جزء كبير منها. علاش قل جزء كبير من الشارع العربي؟ لأنه المرة هذه سمعتوا حتى الخطابات الرسمية متاع المقاومة تقريبا غسلت يديها بالماء والصابون على الشارع العربي اللي كان في حالة سبات عميق وفي حالة من الذل والخذلان في جزء كبير منه، مش الكل طبعا. ولكن سمعنا حتى من المقاومة تقريبا ولو ما عادش يوجهوا خطاباتهم للشارع العربي، ولو يحكيوا فقط للعموم، واللي مازال في قلبه نوعا ما من الإنسانية أو كي يتفاعل معهم. لكن المرة هذه سيسجل التاريخ أنه الخذلان متاع الشارع العربي كان مؤلم ومخزي أكثر من خذلان 99% من الحكام العرب للقضية الفلسطينية. ولكن زاد اللي قاعد يصير بجنب القضية الفلسطينية وبجنب فلسطين زاد لازمتنا نتبعوه، لازمتنا نفهموه. لأنه لو كانت سيبت فلسطين وغزة وحدها راهي مشات، ولكن ربك سبحانه يسخر لها يعني ما تعلم وما لا تعلم. لكن زاد فما بعض الأحداث تخليك تقول فما حاجة قاعدة تصير بمفهوم العامي متاعنا، فما حاجة قاعدة تسخن، خصوصا كي تسمع كتاب باش نحكي لكم الاولاني هذايا، وبعد تشوف قيس سعيد يعني العمله اللي عملها والزياره والقرار اللي خذاه، تفهم انه قيس سعيد ماشي في السياق العام، وخصوصا تحس انه العالم الكل اللي قاعد يغزر ومستغرب وخايفين من الزياره نتاع قيس والقرار اللي خذاه، وباش نحكيه في اخر الفيديو. بما قلنا نحكيه في السياق العام على غزه واللي يصير فيها، لفت الانتباه انه الحوثيين لاول مره يضربوا زوز بطوات امريكان ويغرقوا بطو بريطاني، وهذه نقله نوعيه في المواجهه بيناتهم. زيد عليها بعد الحوثيين يطيحوا طيارة أمريكانية السعر متاعها في السوق ب 130 مليون دولار، والتحقيقات الأولية تحكي انه الطيارة هذه تم اسقاطها بمضادات شارينهم الحوثيين من السوق السوداء، اصلهم امريكاني. هذه تو مبدئيا اللي صار في التحقيقات الاولانيه، يعني الطياره امريكانيه ضربوها بمضادات امريكانيه شارينهم من مرشنوار به. لكن زاد هذا يبين انه قاعده تسخن. في مصر زوز ضباط يمنيين يتم اغتيالهم، وفي ظروف يعني خلينا نقول مش مشبوهة فقط، في ظروف يعني غامضة وفيها نقاط استفهام كبيرة جدا 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 جدا. وهذا أكيد باش يكون عنده انعكاسات، خصوصا الضباط هذوما ضباط جيش ورتب عالية جدا يتم اغتيالهم في التوقيت هذا بالذات في مصر. في نفس السياق يتم اغتيال ضباط إماراتيين فين؟ في الصومال. في الصومال زاد لأول مرة الصومال تمضي يعني اتفاق عسكري مع تركيا، فيه يعني تبادل عسكري وخبرات وحماية في السلم والحرب لمدة 10 سنوات ما بين الصومال وتركيا، علما انه رئيس الصومال كان منذ ايام في مصر، ويبدو انه تم خذلانه في مصر، لذلك علاش توجه لتركيا. يعني غزة ماهيش معزولة، ماهيش في المريخ طلعت هاك. شفتوا الحصار متاع غزة والحرب متاع غزة، الانعكاسات متاعه الاقتصادية والسياسية والعسكرية في العالم ايش قاعد يصير. وان شاء الله هذا يكون على الاقل يعني بداية انفراج لاخواننا في غزة. في نفس السياق العالم الكل هاك تشوفوا في الأحداث اللي قاعدة تصير يعمل هكا قيس ويعمل زيارة
المدينة العربي ويمشي المكتبة الوطنية ويزور قبر مجهول منسي مولاه 100 300 سنة 400 سنة التالي ويعطي تعليمات بالترميم متاعه. اي قيس سعيد مشى في نفس السياق هذا. البلاد غارقة داخلة في حيط، هو دخلها في حيط انهيار اقتصادي هو سبب فيه. البلاد فالسة. يعني شو نقول لكم، يعني بلاد في اتعس من التعاسة. يعني لو كان من عليسة لتوا نختاروا اسوأ حاكم حكم البلاد ماكش باش تلقى اتعس من قيس سعيد. شنية عمل قيس سعيد؟ مشى يزور في قبر منسي مولاه 100 عنده 400 سنة وعطاه تعليمات بالترميم. اشرب خويا، صحة وبالشفاء.